السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختفاء مندوب مبيعات في ظروف غامضة بعد تحصيله مبلغا ماليا في القليوبية. تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف غموض اختفاء شاب يعمل مندوبا مبيعات في محافظة القليوبية، حيث اختفى في ظروف غامضة، وقطع التواصل مع زوجته منذ مساء يوم 25 من نوفمبر الجاري عقب تحصيل مبلغ مالي، واختفى عقب ذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية اختارا يفيد ورود بلاغ باختفاء شاب يعمل مندوب مبيعات عقب تحصيل مبلغ مالي من أحد عملائه في قرية عرب جهينة بمركز شبين القناطر. وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن الشاب يدعى أحمد 28 سنة، متزوج ولديه طفلان، سفيان عنده 2 وشام عندها 6 شهور. وأفادت أسرته بأن في تمام الساعة 11 مساء يوم 25 من نوفمبر الجاري كان زوجها يعمل مندوب مبيعات ويقوم بتحصيل مبالغ مالية حصيلة عمله بسيارته الملاكي، وفي يوم الواقعة قام بتحصيل أموال في قرية عرب جهينة، ولكنه اختفى بعد ذلك. قال محمود شقيق الشاب المختفي إن آخر ظهور لأحمد كان في منطقة عرب جهينة بمركز شبين القناطر، حيث كان يباشر عمله ويجمع أموال حصيلة عمله قبل أن تنقطع الاتصال به ويغلق هاتفه، موضحا أن أسرة أحمد ليس لها أي خلافات مع أحد، وأن اختفاؤه شكل صدمة كبيرة لهم. وأضاف أنه تم التوجه إلى قسم الشرطة بعد مرور 24 ساعة على اختفاء أحمد وتحرير محضر بتغيبه، وطلبت الأسرة الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الحادث وكشف ملابساته. ربنا يرجعه لأهله سالما إن شاء الله. بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.